وصفة اليوم راح تكون لا بريوش فيلونت، هي والقطن كيف مقادير مضبوطة ناجحة وواحد المذاق راح يخليكم تديروها وتعاودوها. اول حاجه راح نفعل الخميره في الحليب يكون غير شويه دافي. اذا حبيتوا تنجح لكم لا بريوش اختاروا نوعيه مليحه تاع الفرينه، ولا تي 45 تاع ماما هي المخيره وتوالم وصفتنا. بعد ما نحطها نضيف لها السكر وسكر فانيليا الملح ونخلط هاد النواشف، نزيد البيض والخميره المفعله نديها تستعجن في البيتخام مده 7 دقائق سرعه 4. من بعد راح نزيد الزبده اللي تكون طريه ونكمل نعجن 7 دقائق واحده اخرى بصح سرعه 6. وهذه هي العجينه اللي لازم نتحصلوا عليها، تبرق بريق ما تلصقش مع انها طريه بزاف. نخليها تخمر مده 2 سوايع. واذا حبيتوا تجي فيها ريحه المخابز الفرنسيه بيتوها في الفريجيدار، انا خليتها غير 2 سوايع فوق البوطاجي. وها هي ليكم بعد ما خمرت دارت بزاف نبابل والداخل واش نقول قسمت 3 كرات اللي راح نحربشهم. استعملوا جو بابي كويسون باش تعاونوا رواحتكم. تفرت تفيره تاع 3 وخليتها تزيد تخمر، دهنتها بالصفار والحليب وطيبتها على 180 مده 25 دقيقه. اذا عندكم المروحه راح تكون احسن واحسن. عبقت لي الدار بالريحه، خفيفه ريشه بنينه ما تتشبعش. وهذه هي لا فغي بريوش فيلونت، جربوها نتوما تانيت. الى وصفه اخرى، سلام.